حاجة لو عملتيها تخليكي قد النملة، تفضلي تصغري 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 لحد ما تختفي خالص والناس ما تشوفكيش، لدرجة انهم لو عدوا من جنبك يدوسوا عليكي برجليهم من صغر حجمك وقلة قدرك. الحاجة دي هي ايه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة كنزي لايف واي. الحاجة دي هي التكبر والغرور. المتكبر في الدنيا بيحشر يوم القيامة في حجم النملة في صورة إنسان، لأنه كان عايش في الدنيا يقول لي أرض تهدي معاليكي أدي، وعايش منفوخ وشايف نفسه أعلى من الهيمالايا، رافع نفسه فوق كل حاجة مش فوق الناس وبس، رافع نفسه كمان فوق دينه. اسمعي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، الحديث حسن صحيح في سنن الترمذي: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يعني زي النملة بس على شكل راجل، يغشاهم الذل من كل مكان. مش انت اللي كنت فرحان بنفسك في الدنيا ونافخ ريشك على الناس بفلوسك ومنصبك وقوتك وشهرتك، وعمال تسمي نفسك بألقاب وانا احسن واحد وانا اعلى واحد؟ اهو انت دلوقتي يوم القيامة مذلول. خلي فلوسك بقى وعربياتك وطياراتك ومنصبك وشهرتك وجماهيرك تيجي تنقذك وترجعك بني ادم تاني بعد ما ربنا خلاك نملة. باقي الحديث بيقول: يساقون الى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الانيار. الملائكة والعياذ بالله بتسوقهم، عارفة القطيع؟ بتسوقهم زي القطيع، يدخلوهم على سجن اسمه بولس والنار بتحوطهم من كل مكان. طب لو عطشوا بيشربوا ايه؟ يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال. بيشربوا العصارة اللي نازلة من جسم أهل النار والعياذ بالله. لا في جناح في فندق 7 نجوم نقيم فيه، ولا الأمير الفلاني هيبعت لك طيارته، ولا في أوبن بوفيه ولا روم سيرفيس، ولا معجبين ياخدوا معاك صور سيلفي كلهم هيهربوا منك طبعا، ولا صحفيين تصورك وتتاجر بشهرتك علشان تكسب من وراك، ولا الفانز والمعجبين والفولورز هينفعوكي. أقسم بالله كلهم هيهربوا منك، كلهم بلا استثناء، بما فيهم أمك وأبوكي اللي انتي أغلى حد عندهم. بل هيطالبوا كمان بعقابك لانك اضلتيهم واضلتي الناس وتكبرتي عليهم واتبهيتي عليهم بالنعم اللي ربنا عز وجل اعطاها لك، بدل ما تشكري ربنا عليها اتمنظرتي على الغلابة بيها. يا كل ده بس علشان اتكبرت؟ خلي بالكم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالموضوع مش بسيط. طب ايه هي انواع المتكبرين وايه هو علاج الكبر؟ لو عندي كبر في اخلاقي او شوية غرور اعالجه ازاي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقة الجاية. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم الحلقات الجاية بإذن الله في ميعادها. واشوفكم على خير. قناة كنزي لايف واي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.